عمرك حسيت إنك بتقرأ قرآن بس مش قادر تتأثر؟ الكلمات بتعدي قدام عينيك ولسانك بينطق، لكن مش حاسس بالخشوع. ده بيرجع لسببين. أول سبب العلماء قالوا أكتر سبب بيحرم الإنسان من نور القرآن هو المعاصي والذنوب المستمرة، خصوصا اتباع الهوى والإصرار على المعصية. ابن القيم بيقول الذنوب تطفئ نور القلب، وحرمان الطاعة عقوبة المعصية. يعني الذنب بيطفي نور قلبك، وربنا ممكن يعاقبك إنك تبطل تتوفق للطاعة زي زمان. وخلي بالك، ربنا هو اللي بيوفقك للطاعة، مش شطارة منك. نرجع لموضوعنا. ابن القيم قال كمان المعاصي تضعف القلب عن إرادته وتطفئ نوره، ولا يزال يضعف حتى يموت. يعني كل معصية بتخلي القلب أضعف والنور اللي فيه يطفي شوية بشوية، لحد ما القلب نفسه يموت وما يبقاش فيه إحساس بالطاعة ولا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الذنوب بتكون غشاوة على القلب تمنع من استقبال النور. القرآن نوره موجود، لكن القلب اللي اتغطى بالسواد مش شايفه. مثال بسيط، تخيل لمبة قوية منورة وحطيت عليها طبقة تراب، ثم طين، ثم دهان اسود. هل النور اختفى من اللمبة؟ لا، بس اللي عليها مانع ضوءها يوصل. ده بالظبط اللي بيحصل مع القلب. الذنب اللي يحرمك من نور القرآن مش ذنب واحد بعينه، لكنه الإصرار على المعاصي وتراكمها لحد ما تسود القلوب. طيب، العلاج إيه؟ أول حاجة التوبة الصادقة، ترجع لربنا وتقرر تقفل باب المعصية دي. تاني حاجة الاستغفار. الاستغفار مش بس بيمسح الذنوب، ده كمان بيفتح لك أبواب الرزق، ويشيل الهم، ويبعد عنك البلاء، ويريح قلبك، ويقربك من الطاعة ويبعدك عن المعصية. تالت حاجة نظف قلبك بالذكر وبالقرآن، وبإنك تبعد عن كل حاجة بتأسيه. كل مرة تذكر ربنا نقطة سودة بتتشال. كل تلاوة، كل دمعة توبة بتنور حتة كانت مطفية جواك. ساعتها هتحس بالمعنى الحقيقي للآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أوعى تسيب ذنب صغير يحرمك من أكبر نعمة، إنك تحس بحلاوة القرآن. السبب التاني بقى إن أنت ممكن تكون بتقرأ القرآن بس مش فاهم معنيه أصلا. إزاي تتأثر بحاجة مش فاهمها؟ القرآن مش بس عشان يتقرأ، ده عشان يتفهم ويتعاش. ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يعني الهدف مش التلاوة بس، لأ، وكمان التدبر. لما تفهم المعنى، كل آية هتلمسك بطريقة مختلفة. آية هتخليك تبكي، وآية تديك أمل، وآية تفوقك من غفلة. بس طول ما القراءة مجرد صوت من غير فهم، هتفضل الكلمات تطلع من لسانك وما توصلش لقلبك. حاول تفهم وتعيش المعنى، ساعتها هتكتشف إن القرآن عمره ما كان بعيد، إحنا اللي بعدنا عنه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.